السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الحوت من نوع بارجو. هانتوما في الفران غادي نشاركو معكم ان شاء الله. هي وعندي هنايا التوابل ديال الحوت، عندي هنا معلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون، ومعلقه كبيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال السودانيه الحاره، وعندي هنايا نص كركوبه ديال الثومه عندي كبيره، درت النص ديالها، واحد شويه ديال الهريسه، وعندي هنايا ورق سيدنا موسى، هنايا عندي فلفله حمراء، وعندي هنايا سكينجبير طري، وعندي حامضه والقزبر ومعدنوس، وعندي هنايا زيت العود وزيت المائده والملحه من طبيعه الحال. غادي ندوز دابا باش نطحن الربيع مع الثومه والفلفله، ونتلاقى بكم ان شاء الله. هانتوما غادي نقطع الربيع عشوائي على الطريقه هذه. هانتوما بعد ما قطعت الربيع غادي نزيد عليه الثومه محكوكه. ما نبغيش ندير انا الثومه هكاك ديريكت، تبقاو دوك الطريفات محبين، تندير ليها هكا نحكها باش تطحن لي، تولي ليا بحال شكل بوماط، طحن مع الربيع. هنايا داك سكينجبير طري كان عندي في الفريغو. هانتوما الطريف هذا، واللي ما عندوش ماشي ضروري، حتى هو البنه ديالو زوينه. نديرو غير سكينجبير الاخر نديرو منه نص معلقه صغيره. هنايا هاد الورقه الموسى حتى هي غادي نطحن وحيده، غنطحنها معاها، وديك الفلفله حتى هي غادي نطحنها. هانتوما نطحنها مع الربيع. هانتوما هنا الحوته ديالي انا شقيتها على هذا الشكل هذا، تنديروا لها بحال هكا فليحات، وتنعاودوا نديروا العكس ديالها باش ندخلوا داك العطريه مزيان. هنا دابا هادو هما التوابل اللي طحنت: الربيع والثومه والفلفله حمراء. دابا غادي نزيد شويه ديال العطريه ديال الحوت. هانتوما معلقه ندير التوابل اللي ذكرت معكم. هانتوما عصرت الحامضه كامله. وهنا غادي ندير زيت المائده، تقريبا واحد 2 معالق حتى 3. غادي ندير زيت العود حتى هو. غنخلط هاد الخليط ديال الشرموله. هنا ما ذكرتش معكم في المقادير معلقه ديال مطيشه المركزه اولا مطيشه الحك، تتجي ممتازه مع هاد الشرموله، تتجي رائعه، تعطيها واحد المذاق رائع. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو ونبدا نشرمل الحوته ديالي. نتوما دابا غادي نبدا نشرمل الحوته ديالي على هاد الشكل، وحليتها مزيان. نشرملو حتى هاد الرويس حتى هو. صافي وغادي نبدا نشرملها من الفوق. نحاول ندخل هنا صافي. دابا شرملت الحوته ديالي بهذا الشكل هذا. بلاصه حتى هي حليتها
ودرت ليها شويه ديال الشرموله باش تجي كلها مشرمله وشاربه العطريه ديالها. هانتوما هنا درت بابي الومنيوم غادي ندير عليه بابي كويسو هانتوما على هذا الشكل هذا. نحط الحوته ديالي ها هي بهذا الشكل هذا، شويه الزيت غير شويه. اصلا هاد الورق ما تيلصقش. غادي نزيد شويه زيت العود وغادي ندير هاد الوريق هاد موسى هنايا صافي. غادي نجمع عليه بهذا الشكل هذا. هانتوما غادي نزيد شويه ديال الالومنيوم هي كامله. صافي دابا غادي ندخلها للفران. اللي عنده الفران كهربائي يشعل عليها من الفوق ومن التحت 220 حتى ل 240، واللي عنده فران الغاز يدير الفران متوسط ويشعل عليها من التحت حتى نحسو بها طابت وعاد نعريوها ونخليوها تحمر. دابا غادي ندوز باش نحضر المرافقات ديالها. هنا دابا غادي ندوز باش نحضر الفلفله باش نرافق بها الحوت. هانتوما غادي ندير على هذا الشكل هذا، قطعها على شكل طولي هكا، كلها غنمشي عليها بحال هكا، لا الخضراء ولا الحمراء. انا بعد ما قطعت الفلفله هانتوما شرائط طوال غادي نديرهم في المقله. غادي ندير شويه ديال الزيت، زيت المائده، غادي ندير فيهم هاد الفلفله، غادي نشحرها فوق البوطه. غادي ندير شويه د الملحه نشحرهم حتى ينزلوا ونتلاقى بكم. هنايا غادي نقطع البطاطا نخليها بالقشره ديالها، غسلتها مزيان من الطراب، وغادي نقطعها على هذا الشكل هذا مصوت. الفلفله تصوطات ليا غادي نزيد على واحد المغرفه ديال داك لاصوص اللي درت في الحوت، وغادي نزيد على واحد الحفينه ديال كروفيت صافي. وغادي نكمل هنايا شحال ليا مزيان. هانتوما هنا هاد المقله اللي صايبت فيها الفلفله والكروفيت غادي نلوح فيها مطيشه. حكيت واحد 3 الحبات ديال المطيشه. وهنايا غادي نزيد حتى هي، غادي نزيدها واحد المغرفه ديال لاصوص اللي وجدت حتى هي، وغادي نخليها تشحر. ودرت واحد شويه الملحه، غادي نزيد عليها واحد 2 معالق ديال الزيت ونخليها حتى توقف ليا هاد المطيشه وتعلق. هانتوما دابا هذه هي الفلفله مع الكروفيت. هانتوما ملي حطيتها من المقله زدت ليها واحد شويه زيت العود، واحد المعلقه زيت العود. هذه حتى هي مطيشه، ها هي بعد ما تشحرات ووقفات غادي نزيد لها شويه زيت العود. وهذه هي البطاطا، شوفوا راه ما سديت عليها ما والو، وشي طاب وشي ما طاب. سبحان الله العظيم على هاد البطاطا اللي ولات. غادي ندير عليها الزيت،
وغادي نزيد هاد شويه التوابل اللي بقاو ليا وغادي نسوطيها. غادي نسوطيها فوق البوطه هانتوما، صوطيها. منين نصوطيها نرجع معاكم. هنايا الحوسه طابت ليا، طابت وطلقات المياهات. دابا غادي ندخلها تحمر، تشرب داك المرق ديالها يتشرب. منين تحمر نقدمها في الطبق النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحوته بعد ما طابت وعريت عليها وتحمرات. نتوما شفتوا الشكل ديالها كيفاش يجي داير. ودرت ليها هذيك الفلفله والكروفيط من الفوق، هو هذا. والبطاطا من بعد ما صوطيتها وطفيت عليها درت لها واحد المعلقه تاهي زيت العود. وهذه هي لاصوص اللي صايبت ديال المطيشه. ودرت لها شويه د المعدنوس في الجناب ديال الطبسيل. والتزيين تيبقى اختياري. زينتها بهاد الشرائح ديال الحامض، يجي الشكل ديالها رائع والبنه يا سلام. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، واللي شاف هذا الفيديو بارطاجيه ليا مع العائله والحباب، علاش لا. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. وواحد اللايك دائما تنترجاكم ديروا لي لايك، لا حول ولا قوه الا بالله مع داك اللايك. ايوا ربح الله سبحانه وتعالى. انا خوتي تنقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. صحه سلامه ورزق والتيسير وراحه البال هي اهم حاجه.